السلام عليكم ورحمة الله. جالكم النهاردة بطريقة حظر أرقام. ازاي تحظر أرقام؟ في ناس بتعرف تحظر وفي ناس ما بتعرفش، يعني اللي طلب مني النهاردة هنحظر رقم مغربي. رقم مغربي، تمام. البند اللي أنا هديهولك أو اللي انت هتيجي تاخده مني على الواتس من 3 نسخ أو من نسختين حسب شدة الرقم، تمام. يعني الرقم اتصل قدامنا اهو، عشان محدش يجي يقول لي ده الرقم محظور ومش عارف ايه. الرقم متصل اهو، تمام. طب ازاي هنعكس الرقم شغال قدامكم اهو والكود اهو، يعني الرسالة شغالة والرقم شغالة، تمام. نيجي نلعب في الكود، أهم حاجة يبقى متصل. دي متصل، أنا عارف اللي هو متصل، لسه قافل مكلمه دلوقتي وإيه هو متصل. أيوة له، يعني اللي هجرب عليه قال لي ماشي هفكله رقم تاني. ده متصل، طب تمام. هنيجي هنا نسخة عكس، هتخش تكتب على اليوتيوب نسخة أبو حذيف، أو هتيجي تاخدها مني برضك على الواتس، هسيب لك رقم تليفون. أنا جايب النسخة دي وحاطط فيها 4 أرقام، 3 أرقام فيك ورقم مصري، تمام. هنخش كده على أول رقم، تبديل، تمام. 4 أرقام ورقم إيه مصري، تمام. هنيجي هنا إيه، هنحط الرقم، تمام. كل ده أرقام أنا حذرها، تمام. فهنخش كده على الرقم أهو، الرقم أهو، يعني كنت أنا مجهز عليه البند أنا كنت بضرب مجهز عليه البند. فإيه هنضرب كده إيه 10 بلاغات بالظبط على البند، عشان تبقى عارفين 10 بلاغات على البند، تمام. أدا 1 2 نحط كده، تمام. 10 إبلاغات، أو عادي يعني اللي متأخر بقى اللي وراه شغل عايز يضرب بسرعة، عند في برنامج اسمه ضرب إبلاغات في ثانية إلا ثانية بيطير الرقم، تمام، من ضرب الإبلاغات. ممكن انت تيجي تاخد البند وتقول لي البند واقف، لا، الدعم اللي بيبقى واقف يعني الدعم حسب ما بيشتغل. انت ممكن الدعم عندك حلو الرقم يطير بسرعة، ممكن الدعم يقف منك الرقم ميطيرش، الرقم يبقى متصل قدامك. فكل البند لو البند وقف هديك بند غيره، اعمل لك بند غيره واديهولك عادي، مفيش اي مشكلة. ولو عايزين برامج اي حاجة اللي انت تقولوا عليه بيتعمل. يعني الناس طلبت مني، تمام، اني انا اعمل ايه طريقة الحظر، ادور ايه نسخ، تمام. كل ده ارقام انا حذرها، كل ده ارقام انا حذرها، تمام. نخش على النسخة تاني كده ونخش على النسخة ايه اللي بعدها. يعني انت حاطط 3 حسابات عادي، مفيش اي حاجة. لو عايزين طريقة تلغيم بندات وازاي تكتب بند والكلام ده، عادي اعمل لكم طريقة، مفيش اي مشكلة ولا في اي حاجة، تمام. تعال نحط بقى البند هنا كده عند رسالة غير رقم محذوف مع، تمام. وهندوس دوسة مطولة لاسك، تمام. هنيجي هنا نحط البند اهو. هديك 3 بنود او 4، تمام، يعني زي ما انت عايز اعمل. النسخة دي معكوس 24، عاملها العكس بس اللي انا احذر بس من عليها. هذا البند يعني ندوس على البند اهو، يعني اللي انا ما اقعدش انا اللي انا ادوس على ال3 نقط واعمل لا اهو 10 اهو، بس من غير علامة الصح، تمام، من غير علامة الصح، تمام كده. نضرب 10 ابلاغات البند شغال اسطورة، البند شغال، تمام. 10 هما 3 نسخ بس، عشان الرقم دي جديد فهضرب من 3 نسخ. الرقم لو ضعيف هضرب نسختين بس عليه طار. بس اللي انا بقول لكم احسن لكم اللي هي النسخة بتاعت ضرب الابلاغات، اشرح لكم عنها لو عايزين شرح. ابلاغ مع حذر، اهم حاجة تبقى ايه اخر حاجة، ابلاغ مع حذر. هنيجي على التالتة، تمام. التالتة ايه، تبديل، او عادي البند يمشي من 4 نسخ، تمام، من 4 نسخ، تمام. تعالى كده نضرب معالم التالتة، دي التالتة، تمام. او عادي عم تضرب من رقم بس هيغيب لما يطير منك. هنضربنا من الحساب ده، ما علينا، تمام. تعالى نضرب من اي نسخة تانية اطلع عشان نيجي تمام اهو. نخش على النسخة دي،
تمام. فكل حاجة قدامكم اهيت، يعني انا لاحقا هنيجي هنا، كل دي الارقام اللي انا حذرها، كل دي ارقام حذرها، تمام، ما عدا اول رقم. انا اول رقم ما عدا اهو، نحط لصق، نكتب اهم حاجة الرقم يبقى متصل، اهم حاجة الرقم يبقى ايه، متصل، اهم حاجة يبقى متصل، اهم حاجة النسخة تبقى معكوسة، تمام، اهم حاجة النسخة تبقى عكس، يعني عشان البند موصلوش هو يقوم ضرب عليك ابلاغ، يقوم رقمك هو اللي طاير. فما تنساش ابعت له نقطة الاول، شوف النسخة اتعكست ولا لا. 10 ابلاغات، ده 1 2، عدوا معايا، 3، ده 4، ولو عايزين طريقة فك ارقام عادي ما عنديش اي مشكلة، 5. فما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، تمام. فتكتب ايه يعني احسن نسخ العكس ابو حذيفة، ابو حذيفة، لما تخش تكتب على الترج او تعالى خدها مني عادي ابعتها لك، تمام. ولو عايزين طريقة ارقام فيك، يعني غير البرنامج اللي هو 994 اللي في ناس دخلت قالت لي اللي هو ما بيطلعش، تعالوا نشوف كده اللي هو ما بيطلعش، تمام. لا البرنامج بيطلع، ومطلع منه قبل كده ومطلع منه ياما، ازاي انا شغال بالارقام الحضري دي. رقم اخره 70، رقم طرا، الرقم طار، اه رقم طار، انا هفكله بقى، انا هفكله لحسن انا قايل له هجرب عليه، ده بند حلو، تمام، ماشي. اه دي فريق الدعم اهو، فريق الدعم اهو، تمام. تالي اهو فريق الدعم، يعني موصلك اللي هو فريق الدعم، اه متنساش بقى اللايك والاشتراك، ولو عاوزت اي حاجة تعالى قولي على الواتس او قولي في الكومنتات، وبشوف كل كومنتاتكم برد عليها، تمام. مستني ردكم، سلام.